مش كل العلاقات بين الدول سياسية وبس، في علاقات مبنية على مواقف وتضحيات ووفاء حقيقي. بعد نكسة 1967 مصر كانت محتاجة دعم سريع وقوي، وهنا الجزائر ظهرت بشكل واضح. الرئيس هواري بومدين قرر انه يدعم مصر دعم مباشر، وقدم مساعدات مالية كبيرة ساعدت في إعادة بناء الجيش. مش بس كده، في حرب أكتوبر 73 الجزائر شاركت بطائرات حربية وقوات، وقدمت دعم عسكري حقيقي على الأرض. المواقف دي مش مجرد أرقام، دي كانت رسالة: إحنا معاكم. طيب نرجع بالتاريخ شوية لسنة 1957. كانت في بطلة ورمز من رموز المقاومة اسمها جميلة بحرين، اتقبض عليها واتحكم عليها بالإعدام. وقتها القضية كانت ممكن تخلص في صمت، لكن اللي حصل غير كل حاجة. مصر وقتها بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر قررت تتحرك. الإعلام المصري بدأ يتكلم عن قضيتها، والإذاعة كانت بتنقل صوتها للعالم. وتم إنتاج فيلم مصري سنة 58 باسم جميلة بحرين عشان يوصل قصتها للعالم كله. والضغط الإعلامي والشعبي ده خلى العالم كله يلتفت لقضيتها. وفي النهاية حكم الإعدام ما تنفذش وتحول لسجن لحد ما خرجت بعد استقلال الجزائر. أنا ليه بحكي لك الحكاية دي كلها رغم إني واثقة إننا كلنا عارفينها؟ أنا بس بفكرك فيها إيه لما تربي أولادك صح وتحكي لهم حاجات حقيقية حصلت على أرض الواقع. فيها إيه لما تعلم ابنك يعني إيه وطن، وإن كل الأوطان ليها قيمة وتاريخ. لما ابنك يفهم ده هينتمي لوطنه الكبير، ساعتها بس هيعرف ينتمي لبيته الصغير ويحترم أهله، ويكبر وهو عنده نخوة وغيرة على بيته، وهيكون إنسان سوي. ساعتها انت اللي هتكون كسبان، لانك هتكون عرفت تربي صح. ولما تقف قدام ربنا وتتسأل عن الامانة اللي ربنا اديها لك، هتكون مطمئن ومش مكسور ولا ندمان. ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك واشتراك في القناة.